محتاجين إلى قناة تعرف الناس بآثار أهل البيت في العالم الإسلامي، إلى قنوات الشيعية مواد كثيرة عندها الآن من هذه الثروة العظيمة، من العقائد، من السيرة، من التاريخ، من التفسير. القرآن يطنطنون بحفظ القرآن، ما قيمة حفظ القرآن؟ ما قيمة حفظ القرآن؟ ما قيمة حفظ القرآن؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أنا أتحدى مشايخ الوهابية يناظرون في التفسير، حاضرين في التفسير في أي آيات من القرآن، خل يرى العالم الإسلامي من يفهم القرآن ومن يحفظ القرآن ويحافظ عليه أكثر. ما هذا الكلام الفارغ؟ فلا تستعجلوه. بعدين يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. خلي ما دام ذيل الآية نريد نربطها بالتفسير وبالتأويل، بالك عنديها سبحانه وتعالى عما يشركون، شلها دخل بالتفسير. التفسير لأنه هاي الآية قلت لك ضد المشركين، والمشركين الذين يعرضون عن الله وعن النبي هذول يروحون يتوسلون يعبدون المهد، يعبدون أصنامهم. في ذيل الآية الله يقول سبحانه يعني منزه، الله منزه ومتعالي عن الأصنام اللي تعبدوها أنتم المشركين. صار معلوم؟ هذا ربط ذيل الآية بالمعنى الأول. أما ربطها بالمعنى الثاني شنو دخل؟ هاي شوية بعد عميقة، ما أدري السامعين يتحملوها يولا. يريد يقول أن المنكرين للمهدي عليه السلام هم حسابهم حساب المشركين، لأنهم أنكروا المهدي، جابوا ناس آخرين ما يليقون فتقربوا بهم إلى الله كما تقرب أهل الأصنام بالأصنام إلى الله. صار معلوم؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. أنكروا المهدي، راحوا على غير ناس، أشركوا بالله، وهذول الله يريد يردهم، وهذول يتهمون إحنا بأننا مشركين، لكن الله يرد عليهم يقول لا المشركين أنتم، وليس المعتقدون بأهل البيت مشركين، وليس المنتظرون للمهدي مشركين، أعداؤهم ومخالفوهم مشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن يحفظ القرآن ويحافظ عليه أكثر. يقول يا أيها الذين آمنوا، صدر الآية مو حافظها، يقول إن كنتم آمنتم بالله يجعل لكم فرقانا. حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه. آية تتدبرها خير لك من 100 آية تحفظ يعني صرت شريط، صرت نسخة CD. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذا الحفظ بذاته له قيمة؟ لا، الحفظ أمر جيد، ولكن القيمة للتدبر وللمنهجية.